من ضمن البلاوي والمصايب اللي بنشوفها في مجتمعنا العربي، والله الواحد ما عارف يزعل ولا يشمئز من اللي شافه ده. ودي جريمة حصلت في المغرب يا جماعة بسبب جرائم جيم السيدات. بس قبل ما نبدأ الجريمة اللي هو الواحد والله ما عارف يقول ايه، يا ريت نشترك في القناة ونفعل زر الجرس واسألكم ضيق دعما لينا ونبدأ عشان وقت حضراتكم. البداية كانت لجيم، واحد فاتح جيم للسيدات اللي هم السيدات اللي هي بتتمرن، اللي عايزة تخسيس، اللي علاج طبيعي، الكلام ده يعني. وده موجود في كل مجتمعنا العربي وشيء جميل على فكرة، مش وحش، بس جميل لما يكون واحدة اللي بتدرب مش واحد. لان احنا قلنا قبل كده وكانت الناس بتضحك، يعني الناس كانت بتتريق على الكلام اللي بنقوله ده. بنقول يا جماعه بلاش تتدربوا، بلاش الجيم ده عشان البلاوي اللي بنشوفها فيه. المهم ده واحد من ضمن الناس اللي بتدرب، اللي هو شايف نفسه بقى لو عامل لي فيها بقى واخدي زي ما بنقول كده بالتريقه كده امانيوم بقى وعضلتين وبتاع. فده بيدرب، فاتح جيم وبيدرب الايه اللي هو السيدات والستات. فكان يجي هو كان ليه في الحريم بالبلدي كده، فكان يجي مثلا واحده يضحك عليها باسم الحب، يعني ما بحبك ومش بحبك. وبعدين اللي كان بيجوا دول كانوا ايه؟ تقال. يعني ايه تقال؟ يعني مبسوطين يعني دايما، لان الجيم ده اشتراكه غالي. فكان دايما اللي بتروح الجيم دي لازم تكون ايه بقى؟ ست معاها فلوس. فهو كان بيلعب على الموضوع ده، مش بيلعب على ان الحب بس، لا، بيلعب على اولا بيبقى معاه حته معروفه حلوه ونظيفه، اللي هو سوري انا اسف في اللفظ، يعني بيبقى معاه ست كويسه حلوه، وفي نفس الوقت بيستنفذ منها فلوس وهدايا وبيبقى مسيطر عليها. دي نقطة. النقطة التانية وده الأهم، هو ما بيجيبش أو ما بيتعاملش إلا مع ستات فقط. يعني دي البنات بيسلمها، بنات مثلا يقوم جاي مسلمها مثلا لواحد تاني، أو مسلمها لبنات شغالة عنده أو ستات شغالة عنده في التدريبات والعلاجات، لكن هو تخصص ستات. فالمهم جه نشأت بينهم. اول مره جت معاه لف واحده، فالست دي وهو بيدربها فكانت هي جميله، كانت جميله قوي. فابتدى ايه يعني ايه يفتح معاهم حوار ويخش في خصوصياتها. وانا زوجي مسافر بره وفي فرنسا وشغال بضاعه، بيجيب بضاعه وبيجيبها هنا في المحلات بيوزعها، بيستورد، يعني نظام المستورد يعني. فابتدى ايه ينشأ بينهم واخبارك وعندك عيال، وابتدى ايه ينشأ بينهم ايه علاقه، وابتدت العلاقه تتمادى. فقد كان فهي طبعا اول ما نشأت معاه علاقه، فطبعا هو الجيم بقى، وهي بالنسبه له واحد زي ده اللي بيدربها بتبقى مبهوره بيه طبعا، الجسم بقى والحوار وشايف نفسه. والناس اللي زي دي دايما بتبقى ايه عامله لي فيها انها ايه يعني مايكل جاكسون بمعنى اصح يعني. المهم فحصل منهم ايه علاقه، وعلاقة مستمرة، وبقت تديله فلوس وبقى يبتزها. يعني مش يبتزها بقى، يبتزها باسم ايه؟ باسم المشاعر. يعني تقول له انا عايزاك وانت فين ما بتبانش ليه؟ اصل والله مشغول، اصل عليا ديون، اصل في قسط مش عارف اللي عايز ادفعه بتاع لجهاز جايبه من بره. فكانت هي ايه. فالمهم دي واحدة. فتيجي يشوف التانية، في ناس فيهم فعلا بيحاول معاهم بس بيطلعوا محترمين. يعني ايه بيطلعوا محترمين؟ بيمنعوا، ولما بيحسوا بحاجة زي كده بيمنعوا الجيم خالص، يعني بيمنعوا الشخص ده، بيروحوا مكان تاني محترم. وفي ناس من احد الناس اللي بتاع برضه نفس الحوار بتسلم، اللي هي طبعا ايه واقعه، اللي هي طبعا مبهوره بواحد، محتاجه واحد زي ده، او بتشوف واحد زي ده ان هي ممكن يهنيها او يسعدها. وطبعا كله بالغلط، وكله بالشيء الرذيله الرخيصه بمعنى اصح. انا مسميها الحاجه الرخيصه بصراحه لان مفيش ارخص منها يعني. المهم مع الوقت واحده في الثانيه في التالتة، ابتدى الواد ده زي دنجوان، زي عمل زي قاعدة كده ايه جماهيرية. وبعدين ايه كلهم ما بيرميش الهلب الا على واحدة معاها فلوس. هو كده هو بيرمي الهلب على واحدة معاها فلوس، واغلبيتهم بيكونوا جمال. ليه؟ لان بتبقى مبسوطة، اهتم بنفسها، تم بنظافتها، عربية، واللي قاعدة في شقة كبيرة أو اللي قاعدة في فيلا حلوة. وكلهم كلهم بيبقوا متجوزين أو بيبقى منفصلة، بس منفصلة يعني معاها مثلا ولادها وضعيه زي كده، ومعاها فلوس برضه، تبقى منفصله مثلا وشغاله شغله حلوه. في ناس فيهم بيبقوا شغالين فاتحين بوتيك، فاتحين مصنع ملابس، مشغل. وانتوا عارفين طبعا المغرب بتمتاز بحكايه الملابس والحاجات دي بطريقه حلوه، يعني ان هو حاجاتهم يعني بصراحه كويسه. فالمهم مع الوقت ابتدى مع دي شويه دي شويه دي شويه، فابتدى الموضوع يلخبط. ازاي؟ ابتدت تيجي مثلا واحده هو مدي مواعيد بحيث انه المجموعه اللي معاه او تقريبا الخمسه اللي كانوا معاه ما يجوش مع بعض، يعني دي تيجي في وقت ودي في وقت تاني. فالمهم جه مع الوقت جت واحده منهم هي اللي لخبطت الدنيا، دي هي الاولى. فكانت في الوقت ده محتاجاه قوي، وكانت عايزه تجيله يعني بحيث ان بعد ما يخلص تقول له نروح في المكان اللي هم بيتفقوا بيروحوا فيه يعني.
فالمهم جت فلقيته ايه مع واحده وعمال نفس الحوار اللي معاها ويمسك كده ويعمل كده، فابتدت تشك، ابتدت تغير. فطبعا قامت جايه خارجه ورن عليه، فهو كان بيقفل الموبايل ساعه ما بيمرن وكده. فالمهم لما فتح الموبايل لقى حوالي 50 60 رن عليه. فالمهم هي غارت، فاتصل بيه بيقول لها خير فيه، بيقول لها ايه اللي انت عملته ده؟ انا شفتك وانت بتعمل وانت بتمسك. لا والله ده تمارين، ده انا بعلمها ازاي تمارين. قالت لا. فالمهم ايه ثبتها اول مره وايه وهي غارت، بس هي مسكت الموضوع ده وابتدت تشك فيه، فابتدت تراقبه وتبص فعلا يجي تراقبه من بعيد بحيث ان تعرف اللي هو بيعمل ايه. فابتدى فعلا لقيته بيخرج يخلص الجيم، يخلص دي يخرج مع دي، ويخرجوا وفي مطعم يقعد مع دي مره ويقعد مع دي مره وياكلوا ويشربوا. فالمهم ابتدت تحس بقى ان الواد ده مش مظبوط، او ابتدت تحس ان هو بيضحك عليها. فجت واجهته اول مره وانت لا لا والله ده بيعزموني ان احنا بناكل عشان خاطر بديهم دروس وتفصيله اكل يظبطوها وتمارين معينه يعملوها لو انا مش موجود والكلام ده كله. وهي يعني هي عشان بتحبه جدا ومتيمه بيه، وعشان من الاخر لقت مزاجها او لقت سوري في اللفظ نزوتها فيه، فبالاخر هي بتصدق. يعني حتى هي لو يعني هي لو شافت بعينها وفعلا عارفه وحاسه ان هو بيخونها فهتصدق الكذب. وليه؟ يعني محتاجاه. وفي نوعيات من الستات كده يا جماعه تبقى عارفه ان مثلا ده بيخونها ايا كان بقى العلاقه، فبتحاول ايه تصدق او تتنازل عن ان حاجه زي كده في نظير ايه ان هو يفضل معاها، ما بتحاولش تقتنع ان هو بيخونها فعلا. فالمهم جه مع الوقت مره في مره فجت نفس الواحده دي واحده تانية برضه ابتدت ايه تحس كده ان هو مع ده وجيله مكالمات وابتدت تلاقيه مش مظبوط. فهو كان بيلعب على الموضوع ده، عايز مبلغ وبعد كده ايه لما يعمل المبلغ اللي هو عايزه وبعد كده شكرا، يعني هيقلب الكل ويقلب بقى نفسه ويختفي. فالمهم هي الاولى دي ابتدت برضه رغم ان هي مش مصدقه ورغم ان هو بيثبتها وبيعرف ازاي يلعب عليها بعد مشاعرها، اول ما بتيجي تقول له انت بتخوني وده جاي ساحبها بقى ايه العاطفه والاحساس والحنان، عرف اللب بتاعها او عرف نقطه ضعفها فبيلعب على الموضوع ده يا جماعه. فجيت بعض الاوقات او في احد الايام جه واحد مع واحده، فهي بقى الواحده اللي كانت معاه دي زي ما تقولوا ايه زنقت معاها يعني، وابتدت ايه هو ده جوه بعد ما بيخلصوا الجيم في مكان التغيير، فابتدت تجيبه بقى فبصت لقت بقى ان هو بيمسكها وبتمسكه وماسكاه وحاجات بذيئه وحاجات زي ما بيحصل بالظبط كان بيحصل معاها بالظبط. فالمهم هي ما قالتلوش وفضلت ايه ساكته خالص كده، وعرفت الموقف وقامت جايه ايه رجع تاني، فابتدت ترجع له. بعد كده هي طبعا كانت بتديه فلوس بسخاء، فلوس زي ما نقول احنا بالمصري كده بالجنون، فلوس زي ما هو عايز لانها غنيه. اللي هي جوزها كان اللي قلنا عليه فيه الاول ده مستورد، فمستورد ده معاه فلوس فكه يعني. فالمهم جه مع الوقت ابتدت تقول له انا محتاجه الفلوس اللي انت خدتها مني وانت قلت لي هبقى اجيبها لك واردها لك. فابتدى يقول لها حاضر عينيا، بس مستني بس التحويل يجي لي من بره ومستني بس اجمع فلوس وحاضر. لا انا محتاجاهم دلوقتي، محتاجاهم عشان اغير عربيتي، انا عايز اغير العربيه ومفيش سيوله معايا دلوقتي، لسه مفيش سيوله موجوده، فانا محتاجه الفلوس دي ضروري اغير العربيه، ما هاخدهم منك الاسبوع الجاي. لا ازاي مش هينفع مش هقدر. فالمهم جه هو اتعرفت على واحده من ضمن الخمسه اللي هم معاها دي، فهي عايزه تعرف هل هو فعلا بياخد منها برضه فلوس وبيستلف منها ويقول لها بردهم ولا لا، لان هي خلاص يعني هي وصلت لمرحله انها عايزه تعرف كيانه ايه. هي عرفت انه بيخونها طبعا، بس عايزه تعرف هو وضعيته ايه بالنسبه للجيم اللي فتحه ده او الستار اللي فتحه ده. وفعلا لما اتعرفت عليها وكانت مبسوطه زيها بالظبط ابتدى الموضوع يجر بعضيه ويجيبها كده، ابتدت تجيبها بطريقه كده يقعدوا مع بعض اتقابلوا في مطعم كده، فهو خد منك فلوس. فابتدت الاول تنكر، بعد كده ابتدى الموضوع ياخد وضعه، فعرفت فعلا وايقنت ان هو فعلا بياخد برضو من ضمن الستات بياخد منهم فلوس زي ما عمل معاها بالظبط. باسم ايه؟ باسم اني بحبك والكلام والاحساس والمشاعر والكلام ده كله. وطبعا دول اغنياء بالنسبه لهم الفلوس لا تذكر، والتانيه اصلا مش محتاجه الفلوس، هي التانيه عايزه تعرف هو وضعه ايه، هل هو بيتعامل كده بحيث ان هو عشان خاطر الفلوس ولا بيتعامل كده نزوه ولا ايه بالظبط. فالمهم عرفت ان هو حرامي ونصاب لانه بيعمل الموضوع ده كله عشان خاطر ايه الفلوس وعايز يجمع مبلغ وكده. فالمهم جه مع الوقت ايقنت والجحود والسواد ملاها لانها حبته، يعني هي للاسف مش حبته بقى كنزوات لا هي حبته حرفيا بيه هو،
لشخصه هو. فجاه طبعا قالت انا لازم انتقم منه، ولازم الشخص ده مفيش، لازم هي قررت انها تتخلص منه، تقتله من الاخر يعني. فجت تفكر وعايزه تقتله، فقالت انا هخبطه وهو ناس جاي من الجيم وطالع، ان انا هخبطه بالعربيه في مكان ما يكونش حد موجود. وقد كان. قامت جايه، وهي كانت عربيه زوجها بالمناسبه، ما كانتش عربيتها اللي هي بتيجي بيها على طول، وقامت جايه موجود وهو طالع، وقامت جايه دايسه عليه وفي ايه وفرماه، وطلعت ومفيش اي حاجه ومحدش شاف اي حاجه. فالمهم طبعا جه نقلوه طبعا، وهو في حاله مفيش خالص ميؤوس منها، فقعد اسبوع واتكل على الله. مات ليه؟ لان هي لما خبطته خبطه جامده يعني. واصلا العربيه كان العربيات اللي هي العاليه، العربيات اللاند كروزر اللي هي العربيات اللي ايه الضخمه دي. فالمهم محدش شاف حاجه، وما كانش فيه خبطات في العربيه، لان العربيات دي ايه ما تتاثرش بخبطه واحد او الكلام ده. فجي بعديها مفيش اي حاجه بتاع. لكن لما جت طبعا الشرطه بتبحث وعايزه تعرف اتخبط ازاي في مكان زي ده، لان زي ما قلنا بنقولها في كل مره، مش هيأس ان افضل اقولها، لان دي الحقيقه يا جماعه وده اليقين. مفيش جريمه كامله. فالمكان اللي اتخبط فيه ده مكان جنب اللي هي ركنه عربيات، اجانس عربيات بمعنى اصح، اللي هي ركنات العربيات. فالمهم فاستغرب الشرطه، استغربت لان المكان ده ما فيش العربيات اللي بتمشي لازم تمشي بطيئه، ما ينفعش تمشي بسرعه، لان ده مكان اجانس عربيات، فعقبال ما العربيه بتطلع لازم تاخد وقت. ايه العربيه اللي طلعت بالسرعه دي وخبطته بالطريقه دي؟ فاكيد دي مش حادثه عاديه. فالشرطه ابتدت طبعا تبحث وتشوف الموضوع ده، فابتدت تفرغ الكاميرات اللي موجوده في قلب المكان. ففعلا قد كان. ففي من احد الاماكن جابوا زاويه العربيه كانتش واضحه الاول، فابتدوا طبعا مع التكنولوجيا ابتدوا يقربوها، وبتعرفوا فعلا ان العربيه اللي خبطته كان نوعها كذا. ابتدوا يبحثوا عنها ويبحثوا في جميع اللي هو الاماكن وجميع نوع العربيه دي، لغايه ما توصلوا فعلا للعربيه، وتوصلوا ليها ان هي فعلا اللي قتلته. ولان جابوا جوزها الاول، لما جابوا صاحب العربيه قالوا لا مش موجود، لقوه مش موجود. فمع التحريات ومع عرفوا طبعا انها بتروح الجيم، وطبعا اتعرف بعديها السبب لما جه. وهي ما اتعدمتش بالمناسبه يا جماعه، هي يعني جه زوجها مع الواسطه مع الكلام ده كله، يعني هي خدت حوالي 7 سنين او 8 سنين، لان الحادثه ليه بقى؟ لانه عرفوا بعد كده ان هو مش كده وبس، لا ده هو بيتاجر في حاجات اللي هي في حاجات اللي هي المخدره، اللي هي بتاعت اللي بيشيلوا الاثقال والكلام ده، كان الحاجات المحظوره اللي هي مخدرات، اللي هي المقويات والحاجات دي اللي غير محظوره، كان بيستوردها من بره، والفلوس اللي كان بياخدها منهم كانت، ودي تعتبر في نطاق، تدخل في نطاق اللي هي المخدرات والكلام ده كله، والحاجات اللي الغير مصرح بيها بس. وعرف طبعا الناس، وعرفت الشرطه ان هو فعلا زي بيضحك على الناس وبيضحك على الستات باسم الجيم، وبيبتزهم وبياخد منهم فلوس، فما خدش الحكم ده بس. وهنا القصه يا جماعه، وادي الدنيا وادي اخره الشمال زي ما قلنا قبل كده. انت ست غنيه مبسوطه، عندك كل مقومات السعاده يا ستي، مش عاجبك زوجك اللي انت شايفاه كده، مفيش، خلاص اتطلقي منه. عجبك فعلا وحبيتيه بجد فعلا، اتطلقي من زوجك وعرض عليه الجواز، وان هو كده عمره ما هيرفض. ولو رفض يبقى معروف ان هو مش عايزك اصلا، هو عايز عايز فلوسك او عايز النزوه معاك. ففي كل الاحوال ان انت اللي وصلتي لنفسك تعملي حاجه زي كده. ودي رساله يا جماعه لوطننا العربي كله، لان الجيم ده موجود في وطننا العربي، وفي بتحصل. وقلنا قبل كده والناس كانت بتضحك لما بنقول يا جماعه وانت لمي نفسك، وانت كده بتبقي في الجيم ما تحاوليش تعملي كده وتعملي كده. وانت كراجل مفروض ما تقبليش ان الراجل هو اللي يدربك ويمسكك ويقول لك لا هنا صح وهنا غلط، لازم يكون في واحده هي اللي بتدرب. بس للاسف الناس ما بتسمعش، او الناس بتاخد الحاجه كده، او بسببها حصل جريمه، وجريمه بشعه، وهو يستاهل بصراحه، لان هو انسان، يعني هو شيطان وهي انسانه اتغرر بيها لشمالها، او انا اسف في اللفظ، انا اسف لنجاستها، فاتغرر بيها، هي اللي نكسه، فربنا عاقبها باللي حصل فيها ده بس. واللي وصل معانا لغايه هنا، يا ريت يا جماعه نشترك في القناه ويفعل زر الجرس، واسالكم لايك دعم لينا، ويا ريت نشوف رايكم في التعليقات، واشوفكم القضيه الجايه او القصه الجايه، والسلام عليكم.